هنا كنا في طريقنا إلى منطقة ودائرة اسمها أمين تلا. هذه المنطقة والدائرة كانت قد تضررت بشكل كبير بسبب الزلزال، وكنا نريد أن نذهب لنرى عمليات الإنقاذ، ولكن كما تشاهدون هنا قبل ساعة من الآن تقريبا كان هناك هزة ارتدادية أرضية شعر بها سكان المنطقة. كان هناك تساقط للصخور أدت إلى إصابة مصور من إحدى القنوات الفضائية، وبالرغم من عمليات محاولات البحث عن ناجين وعمليات الإنقاذ إلا أن القوات المغربية وبالإضافة نشاهد هنا متابعينا حالة إصابة الآن بعد سقوط الصخور طبعا في الطرقات. هذا بالإضافة إلى ما ذكرت قبل قليل عن إصابة لمصور لإحدى القنوات الفضائية. القوات الإسبانية أيضا القوات البريطانية بكلابها بمعداتها وأيضا القوات المغربية تغادر المنطقة.